الناس الزوينين، كنتمنى تكونوا كاملين لاباس عليكم بخير. اليوم غادي نتكلم في موضوع اللي محتاجينه كاملين حنا كتلاميذ وطلبه، واللي هو اكيد كيفاش نراجعوا بلا عجز وبلا توتر او خوف. اليوم بغيتكم تحلوا معايا عقلكم وتندمجوا معايا في هذه الاجواء الدراسيه باش تنفعكم وتحفزكم. والا كنتم مستعدين يلا نبداو. اول خطوه هي كيفاش تهيئ راسك للمراجعه. اول حاجه اللي خاصك تعرفها هي انه قبل ما تبدا المراجعه المكان اللي كتقرا فيه عنده تاثير كبير على التركيز ديالك. خاص المكتب يكون منظم، مضيء مزيان ومرتاح فيه. شخصيا كنفضل الاضاءه الدافئه لانها كتعاوني نركز بلا ما نحس بالتعب. واكيد شي مشروب دافئ بحال اتاي اولا القهوه كيعطي واحد الفايب زوين. ثانيا تقنيه المراجعه اللي غادي تعتقك. واحد الخطا اللي كنديروه بزاف فاش كيجينا التوتر وكيقربوا الامتحانات هو اننا كنقراو بلا ما نفهموا. المراجعه الحقيقيه خاص تكون بطريقه ذكيه وليس بمجهود كثير. جبت لكم 3 ميثود غتنفعكم وغتنفعني حتى انا وغنقولها لكم دابا. الميثود الاولى وهي جربي تشرحي الدرس بحال كتفسريه لطفل صغير. الا لقيتي راسك ما قادرش انك تفسر شي نقطه معينه في الدرس راجعوا. ودابا غندوزو لا دوزيام ميثود اللي هي تخليو 50 دقيقه تركزوا فيها مزيان على الدرس و10 دقائق للراحه. هكا عن تجربه ديالي ما غاديش تحسوا بالملل وغتراجعوا مزيان. الكتابه باليد. العقل كيتذكر ديما المعلومات اللي كتكتبها بيدك اكثر من غير كتقراها. فحاولوا تكتبوا الملخصات بخط يديكم بالاسلوب ديالكم. حالة ما طلعت لكم القرايه في راسكم فراه عادي، حيت العقل ماشي روبو باش ما يعياش. فالسر هنايا هو انك تعطيه واحد الراحه صغيره، سواء تحبسوا لمده دقيقه وتاخذوا نفس عميق، تحركوا شويه وتبدلوا الجلسه اللي نتوما فيها، واكيد تشربوا حتى الماء لانه الدماغ كيبغي الترطيب باش يخدم مزيان. الا كان عقلك مشوش جرب دير لائحه المهام كتبوا فيها كاع داكشي اللي كيدور في بالكم وغتنظموا كاع الافكار اللي عندكم. واخر حاجه اللي كنصح بها هي انك تسالي المراجعه ديالك بطريقه ايجابيه، فبدل ما تغرق في التوتر كتب اهم النقاط اللي تعلمتيها اليوم وسد الدفتر وانت مطمئن انك اللي عليك درتيه. نعس مزيان لان العقل كيثبت المعلومات في الليل، وراجعوا الغد باش تاكدوا ان كل شيء تسجل في دماغكم. اخيرا نبغي نقول لكم النجاح ماشي في انك تقرا بزاف، ولكن في انك تقرا بذكاء. ماشي ضروري تسهروا الليالي وتضغطوا على راسكم، بالعكس خاصكم غير تلقاو التوازن اللي يخليكم تخدموا بافضل طريقه. كانت معكم مريم، ما تنساوش انكم تعطوني الراي ديالكم في لا فيديو بيان سور وفي الافكار، وكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش كتراجعوا حتى نتوما. نتمنى لكم النجاح وبسلام عليكم. ما تنساوش انا بالتفاعل ديالكم مستمره ان شاء الله.